بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلنا راح نبدي هلا دراسة منهجية لكتابة أبجدية الحروف الثلث وتفصيل كل حرف وما فيه من أسرار وما فيه من خفايا، حتى بعد ما ننتقل من الأبجدية إن شاء الله ننتقل إلى كتابة البسملة بالكشيدة اللي هي بسملة الثلث الأصولية اللي ورثناها من الأقدمين، ومن ثم ننتقل إلى كتابة سورة الفاتحة بخط الثلث. فراح نبلش على بركة الله إن شاء الله. نبدأ بحرف الألف بالثلث. طبعا راح يكون كل شيء معطوف على شرحنا السابق بالنقطة وميل النقطة. حتى نكتب النقطة نستقر شوية. هذه نقطة الثلث. حكينا بمسألة الميل، وحكينا بمسألة هذه الزاوية اللي تستقيم عندها زوايا حروف خط الثلث. كما معلوم لدى الخطاطين قياس ألف الثلث يكون 7 نقاط. المهم بحرف الألف إذا اللي أي مبتدئ أن يعرفه يجب أنه يحدد هذه الزاوية اللي ينطلق منها اللي هي زاوية النقطة، لأنه هذه الزاوية إذا أنا استخدمت هذه الزاوية ونزلت للأسفل راح تعطيني سماكة معينة للقلم لحرف الألف. هذه الزاوية اختلفت قليلا راح السماكة تماما للألف تختلف. فإذا هذا الزاوية سويتها بطريقة خاطئة أو ميلتها أكثر شوي بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه راح نشوف حرف الألف راح يصير عريض جدا وكأنه قد كتب بقلم آخر، وهذا الشغلة هذه خاطئة بسبب الزاوية. ونفس الاشي إذا أنا ميلت قلمي الزاوية تكون بشكل مائل عن هذه، فالألف من راح ننزل به راح يكون بهذا الشكل، وهذا غلط لأنه راح تكون رفيع وكأنه مكتوب بقلم آخر. فكيف أحدد سماكة الألف الحقيقية؟ هي تحديد ثابت لزاوية القلم اللي هي أصلا زاوية النقطة. ميل النقطة مو ميل النقطة، هذا زاوية النقطة. نعم. فإذا نبدأ بحرف الألف نضع المقاييس المبدئية تقريبا تكون 7 نقاط. 7 نقاط ثلث أستاذي. 7 نقاط بخط الثلث. نعم. أرجع على الزاوية مالتي هذه، نفس الزاوية هذه، وهذا قلم هنا أبدأ نزولا باتجاه اليمين. هذه الزاوية أنطلق بهذا الاتجاه القلم بهذه المنطقة يلف من هذا تحديدا من قبل نقطة ونص قبل هذه المسافة تقريبا. القلم بهذه يصير فرق قلم، يعني زاوية القلم إذا كانت يبدي القلم مالي يلف بهذا الشكل حتى يستقيم إلى الألف المسدود نهاية الألف. النقطة الهامة بالألف عندي نشرح كما قلنا أنه نبدي نذكر كل مزايا كل حركة. الألف يحمل صفات، أولها هي الزاوية الأولى زاوية الانطلاق حكينا عنها. ملاحظة الثانية هذا الجزء إلى حد 3 نقاط يكون منطقة صدر للألف، يعني فيه قليل من الانسيابية بهذا الشكل. أنا هنا دا أبالغ بها، هاي منطقة الصدر اللي هي هذه إلى حد 3 نقاط. بعد ال3 نقاط أبدي أستقيم، يعني هذا صدر خلصت أبدي أنزل أنطي منها الجهة تقوس. هذا يسموه عجز الألف. هذا صدر وهذا عجز. إلى حد أوصل النقطتين النقطة ونص أبدي أفرك قلمي بطريقة معينة حتى أستدق على نهاية الألف. هنا يجب أن أتكلم عن الميل. الألف يجب أن يكون بميل بسيط نحو اليمين، يعني إذا أخلي مسقط من هذا الجهة راح نشوف الألف حرف الألف هنا فيه ميل ما يقارب النص نقطة. أعيد وكرر: نقاط زاوية الألف، ثانيا منطقة الصدر،
بعدين منطقة العجز، بعدين مسألة فرك القلم بهذا الجزء في النهاية. في النهاية فرك القلم حتى أوصل إلى الألف الصح. نعم. نأتي على نقطة ترويس الألف. أنا أرى أنه الأسلم بالألف أن يكتب بداية بدون ترويس، وبعدين يكتب الترويس مرحلة أخرى. هذا تفيد الخطاط بنقطة جوهرية. إذا أنا عم بكتب أي سطر أبدأ بالترويس وأنزل، إذا احتاجت أنه الألف أطول شوية راح أوقع بمشكلة حك الترويس نعم. بينما هذا احتاجيت طول بالألف أقدر أطيله شوية هنا وأطلع به الترويس. فهذا أسلم للخطاط، يكتب بعدين يبدأ بالترويس. الترويس عملية يعني الخطاطين يركزون عليها. الترويس أبدأ من حيث ما انتهى منه القلم هذا، وأطلع للأعلى بقليل، وبعدين أنزل مع الألف بهذا القدر، بهذا القدر. تقريبا هذا الجزء راح يكمل رسما. هسه راح نكتبه بقصبة أكبر حتى نفهم أكثر من القصبة الصغيرة. نعم. طيب والله محمد قصبة شوية أكبر حتى نشرح تفاصيل الترويس. ممتاز. نكتبه بقصبة شوية أكبر. هنا تفاصيل الترويس، هذا هنا تفاصيل الترويس. هذا القلم راح يكون أوضح للخطاط. أنا بدأت، هذه زاويتي وهذه النقطة تقريبا، هذه زاوية القلم مالي تقريبا، ونزلت نزولا هنا بهذا، ويستمر الألف نزولا. هذه الزاوية راح نرجع عليها نتكلم. شوف موازية لهذه الزاوية، موازية لهذه الزاوية، زاوية الميل. أضع قلمي بهذه المنطقة من حيث ما انتهى منه القلم، وأطلع للأعلى بهذا الشكل. راح يصير عندي هنا تدوير بسيط. هسه من هنا راح أنزل بهذا الشكل، بهذا الشكل تقريبا. هذا النزول إذا نجي من هنا تقريبا أنا مجمل الترويس يكون بمقدار نقطة ونص. يعني شوف إذا هذا نجيبه هون نهاية الحركة راح تلاقيها نقطة تقريبا. هذه النص نصف نقطة. راح أطلع أحدد معالم بسيطة لنهاية الترويس. الترويس ببساطة راح هذا يمتد باستمراره، يعني طبعا يفضل يكتب بقلم أصغر بس هنا حتى يطلع باستمراره بهذا الشكل. بهذا الشكل. شوف هذا بامتداد هذا، بامتداد هذا الجزء. بعدين هنا يصير باستدارة بسيطة، وراح يرجع بامتداد هذا المثلث. هذا بامتداد هذا، وهذا بامتداد هذا. نعم. تقريبا. شوف الترويس من هون بده سماكة قليلة. ما ممكن يوصل لنقطتين؟ ممكن، نعم، لأنه الأتراك طول الألف. هسه نتحدث بالخفايا هسه شوية إذا تمهلني. يعني في حال كان الألف طويل ممكن زيادة الرأس يتناسب معه. هلا لا راح نحكي بترويس بإسهاب إن شاء الله. إحنا هسه عم نتعلم رسمه. تقريبا هذا الترويس. هناك نقطة مهمة. أولا قلنا هذا السطح ماله يصير ويا هذا، وهذا امتداده يكون ويا هذا. هاي واحد. نجي هاي المنطقة تدور بقدر بسيط. شوف كيف صارت مدورة؟ نعم. يفضل احنا راح نتكلم بترتيج تفاصيل حرف الألف.
بالمشرط تحاول تزيل بعض الحبر اللي موجود هنا بهذا، حتى هاي المنطقة تصير منطقة مدورة. شوف بهذا الشكل. إذا كان في هنا اضطراب نحاول ننظفه بهذا الشكل. هسه أنا أشوف إنه هاي المنطقة بيها تحدب شوي، في رادلها شوية تقويس للداخل البطن، تقريبا صار جيد. هذه المنطقة نهتم بها. صار تربيس الألف بهذا الشكل. الصور واضح هسه خطوتين، يعني شوف هسه هذا بدنا ترتيش بسيط عليه. راح من هنا شوي نحك. بهذا الشكل تقريبا واضح هسه هذا؟ نعم. طول الترويس الأصولي هو عبارة عن نقطة ونصف، يعني هنا هذا تقريبا نقول عليه هو ما يقارب النقطة والنصف. هذا الترويس حقيقة إذا كان الألف 7، إذا كان أطول بحالة التجي أطول، الترويس يتحاكم على الألف، يعني مو شيء ثابت مع الألف. فأنا الخطاط نشوفه أنه يأخذ الترويس ويخلي على كل الألفات. لا، لو نشوف مثل كبار الخطاطين مثل سامي رحمة الله عليه، من كتاباته الشهيرة اللي هي السبيل، فيه الكثير من الألفات. أنا أنصح كل خطاط، وأصور كل خطاط عندهم نسخ للسبيل، إذا يسوي مقارنة بين ترويسات الألف للألفات راح يلاقيها مختلفة تماما وتتناسب حسب طول الألف. نعم. أنصح كل خطاط أن يرجع إلى السبيل لسامي، وراح يشوف أنه الترويسات هي ليست ثابتة، متشابهة تقريبا ولكن ليست ثابتة، قسم منها الطويل وقسم منها القصير حسب طول الألف، لأنه يتناسب نسبة وتناسب. الحرف عبارة عن الخطاط يجب أن يتعامل معه وكأنه إنسان. هذا الإنسان، تخيل رأس إنسان، إذا كان الإنسان طويل ورأسه صغير تحس فيه نشاز. نعم. الرأس يتناسب مع طول. إذا كان الإنسان قصير ورأسه كبير راح نحس فيه نشاز. إحنا غايتنا الجمال. الحكمة ضالة المؤمن والجمال هو ضالة الفنان. فإحنا نبحث عن الجمال أينما كان، نتحرى الجمال فين. فمن يقول أنه استخدام القالب هذا جزء، راح نشرح على موضوع إن شاء الله كامل على طريقة القالب وعلاقة القالب وكيف استخدامه وما هي حدود الضوابط لاستخدام القالب. القالب مو أنه تنقل هذا الترويس وتكرره على كل الألفات. إذا كانت الألفات نفس الطول لا ضير، ولكن إذا كانت الألفات مختلفة راح نشوف نشازات، نشوف الترويس هذا مع الألف هذا جميل، بس الترويس هذا مع الألف هذا تحسه غير جميل، مع العلم هو نفسه. فأنصح كل خطاطين إذا يرجعون إلى السبيل سامي أنه يدققون الترويس وكيف سامي يتعامل. سامي يستخدم القالب، بس ما راح يشوف القالب مثل ما مفهوم هسه عند الخطاطين أنه القالب هو ثبات الحجم مال الحرف. هذا ليس هذا المقصود بالقالب. فأنصح، هاي نقطة مهمة جدا أكرر وأعيد عليها، أنه طول هي نسبة وتناسب، كل الحروف متناسبة. إذا الألف طال إلى 9 نقاط أو 7 نقاط أو 8 نقاط أو 11 نقطة، كل اللي يصير أنه تتذكرون من شرحنا حرف الكاف وانسيابية حرف الكاف، راح نلاقي أنه مناطق الصدر والعجز بالألف، إذا استطال الألف بمقدار أكبر تستطال عملية منطقة الصدر وتستطيل منطقة العجز. نعم. لأنه يبقى محافظين على انسيابية الألف وعلى رشاقة الألف، لأنه يجب أن نتخيل الألف هو عبارة عن إنسان واقف بانتصاب بدون تحدب وبدون تقوس. يجب على الخطاط أن ينظر للحرف على أنه إنسان وليس على أنه جماد مكتوب على الورق. احنا الحرف نشوفه هو عبارة عن حبر بسيط موجود على الورق، ولكن بالحقيقة هو إنسان كامل له روح وله انسيابية وله نفسية وله كل شيء. فالخطاط ينظر من هالمنطلق على الحرف، راح يشوف حرفه شوية شوية راح يبدي يستجيب له. فيه سؤال للألف أو تفاصيل الألف هنا؟ لا.
شاء الله. إن شاء الله غطينا كل شيء، وإذا أي استفسارات يسألون عنها محمد ممكن تبلغني إياها إن شاء الله ونعيد بعض الألف يرتكز على السطر في خط السطر. الألف يرتكز على السطر هنا، هذا هو السطر تقريبا. هذا ارتكاز على السطر. ننتقل إلى حرف الآخر. ننتقل إلى، طبعا أنا راح دائما أتحدث بهذه الطريقة، وهي عبارة عن طريقة مباشرة. أنا بصراحة يعني ما بحب التزويق بالكتابة وكثرة الحك، وطبعا الحرف قد ما تنضج وتنظفه راح تلاقيه نظيف. أنا الهدف هسه هنا مو دا أعمل كراسة، أنا هدف هنا أحاول أوصل المعلومات أسرار الحرف للخطاط بطريقة مباشرة وتلقائية وكأنه هو جالس جنبي، وهذا اللي دا أتحرى بالحروف. فنرجو المعذرة من التقصير من الأخوة، وهذا مبلغنا من العلم، بس أنا دا أحاول أنه أفصل الحرف بهذا الشكل، أنه يكون بنسبة القلم الحقيقية للثلث اللي هي 2 ملي أو 3 ملي، وإذا نحتاج تفاصيل راح أتحدث بها بقلم أكبر. فراح أستخدم هذه الطريقة بكيفية استخدام كل حرف، راح نشوفه بالشكل العام الصغير اللي هو القلم الأصلي للثلث 2 ملي، يعني وبعدين ننتقل عفوا محمد إلى حجم أكبر لشرح دقائق هذا الحرف حتى يفهم الخطاط. يعني نحن نبغي طريقة الكتابة، طريقة الكتابة إن شاء الله، إذا الله سبحانه وتعالى يسرنا وكذا نكتب كراسة. طبعا كراسة تهذب، والوقت اللي نصرفه على هذا الألف ممكن أنا أصرف عليه 3 ساعات 4 ساعات أكتب الألف وظل أنمق فيه وأصلح علما أسويه، بس أنا أريد أوصل معلومة كيفية الخط. نعم. احنا هسه المحاضرة والدرس يجب على الخطاطين انه يعني يقدرون اللي عم نسوي احنا، بدنا نسوي لوجه الله ان شاء الله يتقبل من عندنا اللي عم نعمله هلا. الدرس محدود، انا عندي مثل الفيديو كان يكون ربع ساعة ويكون نص ساعة ماكسيمم مثل، او اقل من نص ساعة، فانا اريد انطي اكثر قدر من المعلومات خلال هذه الربع ساعة، مو انه اقضي الوقت هذا كله لتهذيب حرف معين حتى اظل اهذب به واصلح به، وان شاء الله المعلومات هنا تكون كاملة اذا الله فتح علينا ان شاء الله. ننتقل حاليا، طبعا حرف الباء هسه المفروض يكتب هنا بهذا الجزء، وبعدين نكتب تركيب هذا. انا راح افصل الحروف هنا، افسخهم بطريقة مقطعة حتى ننطي مساحة بالورق لشرح كل حرف مع شو اسمه. فراح انتقل لحرف الباء، كتابته هنا حرف الباء الثاني بالثلث اللي هو باء الترويس، راح يصير نزولا بمقدار 1.5 نقطة، هذه النقطة وهذا النصف نقطة. أخلي المساق بتاعتي، أرجع إلى زاوية النقطة، نتحرى زاوية الميل هنا، ننزل نحو اليمين بهذا القدر. هذا فيه فرق للقلم، فرق قلم بهذا الجزء. شوف هذه الزاوية تقريبا أميل بشوية من النقطة، حقيقة هو الباء أميل بشوية من النقطة، ليس مثل بداية الألف. من هذا التقاطع أخلي نقطة من التقاطع. هنا نضع 6 نقاط اللي هي طول الباء، هاي 3 5 وهذا 6. نخلي امتداد وهمي بسيط، تأشير للخطاط حتى يعرف أبعاد حرفه ويعرف كيف وضع حرفه. هذه الزاوية مالتي هنا راح أنزل نزولا بهذا الشكل. كيف؟ هنا يبدأ يصعد الألف الباء عندي، ويستدير بشكل دائري. هذا الجزء يستدير بشكل دائرة على مساحة النقطتين اللي هي هذا تقريبا، هاي دائرة. حرف الباء مكون من 3 دوائر، هاي 3 دوائر، 2 ب2 ب2. نزول هذه المنطقة تكون نقطة. مركز ثقل الباء يكون في هذه المنطقة، هذا مركز الثقل، يعني أعمق مكان بالباء مو بالوسط، أعمق مكان في هذا نوع الباء تكون بهذه المنطقة، وهذا هو نزول الباء تقريبا.
وهذا نزول الباء تقريبا. نعم. من الأعلى تقريبا هذا بمستوى هذا بهذا الشكل. أكرر، هذا اللف يجب أن يكون بشكل دائرة وهمية محاطة على النقطتين. هاي النقطة مهمة، لأن بعض الخطاطين يخلي الباء فوق، يخلي باء من يلمها، بس هذا التدوير مهم. نلاحظ أنه هاي مهمة هذه الزاوية. هسه هذا الجزء اللي يريد نشرح بعض الأشياء هنا. الجزء نزول الباء يجب أنه نلاحظ تدريجية سماكة القلم. هذه المنطقة مو عريضة، تبدأ برقة وتستمر بالسماكة إلى أن توصل بأعمق منطقة هي أسمك مكان هنا. فالبداية هنا، عفوا خلينا نكتبها بالقلم الصغير حتى تكفي إنه هذا الحرف أبعاده كبيرة. نشوف هذه المنطقة اللي دا أتحدث عنها، هذا انتقال القلم بانسيابية. يعني من غلط خطأ انه يخلي من هون، يخلي زاويته هنا، هذه زاوية الميل، بس سواها عريضة هيك راح يصير عنده النزول عريض جدا. هذا غلط، هيك الزاوية. او مثل يميل قلمه بهذا الشكل، هاي الزاوية، فيصير الباء عنده هون رفيع جدا. هذا غلط. الزاوية هذا من عندما نكتبها هون بهذا القلم الكبير، عندما تبدأ نزولا بهذا الشكل، بهذا الشكل تقريبا، هذا بمقدار نقطة، وهذا مقدار، هاي النقطة الثلث، وهذا مقدار نصف النقطة تقريبا. من أجي هون التقاطع، ما أخلي قلمي هنا ولا أخلي قلمي هنا، راح أخلي قلمي أبدأ من هنا. شوف هاي الزاوية شلون شكلها، وأبدي نزولا إلى النقطة بهذا الشكل، بهذا الشكل. هذه منطقة ترسم قليلا، فصير هنا عندي سماكة معينة. هاي سماكة مهمة يجب أن يحافظ عليها الخطاط. فهمنا كيف؟ نعم. هل هذا يسمى المنظور في الجلي؟ يعني احنا ما نقول المنظور، هي بالحقيقة الجلي أو الثلث. السماكات هاي ما تسمى منظور. المنظور هو أنه منظور حسب منظور المصطلح المنظور بالرسم، أنه إذا كان في بعد فهذا يصير ميلان بالأشياء. هنا هذا أنه سماكة الحرف، أكيد من يكبر الحرف راح تزداد السماكات، لأنه قصبتك أصلا أسمك صارت. هذا من يأتي من سماكة ضلفة القلم اللي هنا. إذا تشوفني يا محمد على القلم، نعم. السماكة راح تكون هي بسبب سماكة هذا القلم. قطعا أنا إذا عندي قلم هذا عريض بهذا الشكل، فالسماكة مالته هنا كبيرة مقارنة بهذا القلم الصغير، والسماكة مالته هنا رفيعة جدا. نعم. فهاي المسافة من تكبر أكيد يجب أن تكبر هذه. نعم. نعم. حتى نبقى نحافظ، ما يكون هذا القلم من يكبر هاي تكون رفيعة ورقيقة. نعم. تحسها بدأت تنكسر. نعم. بدأت تكسر. فيجب أن نحافظ على سماكة الحرف. صح. في سؤال على حرف الباء هنا؟ إن شاء الله لا. هذا اللي نأكد عليه مسألة انسيابية القلم. شوف من هنا، هذا القلم ما يقارب أكثر من 12 ملي. طبعا بدي أريد أتحدث على نقطة مهمة، أنه راح نشوف هنا من نقارن الباء هذا بحرف الباء الثاني، راح نشوف أنه مركز الثقل هذا صار بالثلث الأخير. الباء الثاني راح نلاحظ هسه من نكتب أنه مركز الثقل راح يصير تقريبا في الوسط. هذا يتأتى من كتلة الركزة الباء الثقيلة اللي فوق الباء من هنا. يعني من وضعنا هذا ركزة بهذا الثقل هنا، تتطلب دفع مركز ثقل الباء إلى الجهة الأطراف الباء حتى يتوازن حرف الباء، حتى تحسه صح. نعم. توازن في الكتلة. توازن. نعم. توازن الكتلة. هذا هسه نخلي ثقل الباء بالوسط، راح تحس الباء بده يكسر أو يوقع على جهة اليمين، ما تحسه مستقيم على السطر. يعني هذا مع توازن الكتلة هذه مع الكتلة، أعمق كتلة في الثلث الأخير، مع سماكة قلم بالثلث الأخير، هي اللي تعطينا الشكل المتوازن لحرف الباء. نعم. وهذه من أسرار فن الخط. نعم. لأن الخط هذا الفن موروث على أكثر من 1000 سنة، فتم درس أبعاد الحرف، وتم درس كيفية موازنة الحرف بهذا الوضع. يعني أبدا مو اعتباطي، وأبدا مو يعني مدروس بدقة جد، يعني دقة عالية ودقة، يعني صعب أنه تبتكر أي شيء جديد بصراحة. هنا تغير بشكل الباء حتى يعني خلي أي خطاط يحاول أنه يجيب مركز ثقل بالوسط أو يميل هذا، راح تحس الباء بنشاز. نعم. تحسه مو جميل. نعم. هاي أجمل النسب اللي وصل لها. نعم.
ننتقل الآن إلى حرف الباء الثالث. إذا نستمر هذا السطر هنا، نبتدئ ب خلي أنا أفضل دائما بالتصوير كيفية الكتابة تبين أبدا، إحنا مدى نسوي هنا. القلم زاويته هي زاوية النقطة، هذه النقطة. قلنا النقطة هي منطلق الخطاط، هذه النقطة حتى لا هذه الزاوية، هذه زاوية النقطة هنا تقريبا. أبدأ صعود بسيط ونزول. من أنزل أوقف قلمي هنا، أخلي 6 نقاط. هاي 1، هاي 2، 3، 4، 5، 6 تقريبا. هذا حرف الباء. نستمر بميله بهذا الشكل، وهنا نميل على النقطتين. هسه نرجع على مسألة النقطتين. هاي نقطتين، وهذه الدائرة نقطتين، وهذه الدائرة الأخيرة نقطتين. راح نشوفها بهذا الشكل. تقريبا نزوله بمقدار نقطة. ومركز ثقل هذا الباء راح يكون تقريبا في الوسط. هذا مركز الثقل. هسه نرجع، ليش صار مركز الثقل هنا بالوسط؟ لأنه لا وجود للكتلة في بداية الباء، فيكون متوازن. أرجع على هاي بداية الحركة، أنزل فيها نزولا بهذا الشكل مع فرق للقلم بسيط بهذا الشكل. هذه طولها تقريبا نقطة ونصف نقطة، وميلها تقريبا بمقدار نقطة. المسافة اللي بين هذه وهذه تقريبا تكون نقطة، يعني ما يخليها، يعني الميل هنا نقطة فيصير هنا نقطة. طيب الدوران بالنسبة لنهاية الباء الصاعد، نعم، هل هو يوازي الباء العادية؟ هذا وهذا نعم يتشابه. نعم، هاي جزء يتشابه، فقط اختلاف في مركز الثقل. نعم، مركز الثقل وبداية هذا السحب. نعم، طبعا هذه الزاوية تختلف تماما عن هذا. إذا نريد نشرح بعض الأخطاء اللي يقعون فيها الخطاطين اللي أنا أشوفها، من أكتب هسه من نريد نكتب هنا بداية الباء هذه بقلم أكبر. شوف، من أطلع هذه بها تدوير بسيط، نزلت بهذا الشكل. عندي نقطتين مهمة. هاي المنطقة تكون تقويس بسيط. شوف، هذا التقويس في بداية الباء، يعني يكاد لا يتجاوز هذه المنطقة. شوف بس هذا. بعض الخطاطين أشوف أنه التقويس يبالغون به هيك بهذا الشكل. هذا يخرب حرف الباء تماما. يعني خلي يعرف الخطاط أنه انبساط الباء يكون من بعد النقطة الأولى، هو يكون منبسط تماما. لا يبالغ بحركة التدوير هذه أكثر، يخرب عند الباء. ثاني شيء، من أجي أكمل هاي الحركة هنا فيها تدوير بسيط. هذا قلمي هنا، شوف أطلع به بهذا الشكل شوي، وهنا قلمي يصير بهذا الشكل تقريبا. هذا هنا منطقة فرك للقلم راح نشوفها. هذا فرك للقلم، يعني هذه المنطقة بها تدوير بهذا الشكل. يعني تلاقي منها أنا مدور، أو القلم يتحدى نفسه هنا بهالمنطقة، يعني تحس به فرك القلم بهذا الشكل وجاي هيك. يعني مش بهذا الشكل، أنه بعض الخطاطين يسويه هيك وهاي يجي منها يسوي، هذا غلط. هنا بها فرك للقلم. هذه النقطة، وتقريبا هذه النقطة، وهذه منطقة تكون بمقدار النقطة والنصف تقريبا. هاي مشابهة نقول للحرف الكاف، بس الكاف أكبر منها بالحقيقة شوي. هذه يعني من دقائق هذا الباء. يعني هذا نريد نحكه شوي حتى نشوفه بهذا الشكل. واضح يا شباب؟ إن شاء الله. هاي تقريبا بهذا الشكل. تقريبا. نأتي إلى حرف الجيم.
المرسل. نعم. راح أبدأ أفصل حركاته شيئا فشيئا حتى الخطاط يفهم كيف يكتب هذا الجيم. الحركة الأولى هي سحب من اليمين إلى اليسار بهذا الشكل، حركة شكلها هكذا بهذا الشكل. شوف هاي نسبيه، انتبه عليها، بمقدار نقطة ونصف، فيها نزول بسيط. شوفوا شلون؟ هاي الحركة الأولى، سحب بهذا الاتجاه. راح أعيد الحركة ونكمل الجزء الثاني. الحركة الأولى قلنا سحب من اليمين إلى اليسار بمقدار نقطة ونص بهذا الاتجاه، فيها نزول بسيط، هذا نقطة ونص. من هنا أقسم هذا إلى 3 أثلاث، هذا ثلث وهذا ثلثين وهذه 3 أثلاث، هذا 1 وهذا 2 وهذه 3. أطلع صعودا بالقلم من هاي اتجاه باتجاه اليمين، أقف إلى حد الثلث الثاني. واضح يا شباب؟ نعم. يعني من هنا أطلع طلوع بهذا الاتجاه إلى حد أقف عند الثلث الثاني بهذا الشكل. تمام. بعد الثلث الثاني هذا صعود، شوف صعود بهذا الشيء. بعد هذا يبدأ نزول بسيط بالقلم ويستمر باستقامة، راح يكون بهذا الشكل، راح يكون بهذا الشكل. من هنا ينزل قلمي شوي ويستمر. راح نشوف التدوير اللي عملناه بالبداية فادنا بهذه المنطقة. بين. ظهر. سنعيدها هنا. إذا نرجع نقسم هذا ثلث وهي ثلثين وهي 3 أثلاث، فهذا إلى الثلث الثاني. هنا نرجع إلى ميزان حرف الحاء اللي هو 5 نقاط تقريبا. هذه أبني ال5 نقاط. من طلعت إلى هنا أخلي هذا المستقيم، بدأ يستقيم عندي اتجاه حرف الجيم والحاء. هسه من بعد هذا الثلث قلنا راح ننزل شوي وأستقيم. هذا بيه تقوس بسيط، تقعر نحو الأسفل، وبعدين يرجع انسيابيته إلى حد الجزء الأخير بهذا الشكل. ملاحظة مهمة، هذه الزاوية هي زاوية النقطة حتى لا يتحير فيها الخطاط. هسه أنزل من هذه المنطقة بوضع مسقط بهذا الشكل، وهنا وضع مسقط بهذا الشكل. تقريبا هذا يصير هنا 5 نقاط. فإذا أريد أقيس هاي 1 تقريبا، هاي سماكة الحرف 2 3 4 5 تقريبا. أنا نهاية الحامات هنا بهذا الاستواء تكون. أخلي خط وهمي تقريبي بس حتى أشوف حرفي تقريبا بهذا الشكل. هسه أترك من هنا بين الطرف جزء بسيط بمستوى هذا، بعدين أفتح بهذا الشكل. نحو الخارج بهذا الشكل. هنا في تقعر بسيط، يعني هاي المنطقة بها في الحركة هي شكلها، هاي المنطقة نعم. مع المبالغة يعني. استمر بنزول القلم من حيث ما انتهى. شوف هاي السماكة مهمة. بهذا الشكل. هذا الجزء يرسم رسمي بهذا الشكل. هذه تقريبا تصير نقطة واسعة هنا. هذا راح يخرج عن هذا بمقدار نقطة ونصف تقريبا. هنا هذا يكون منبسط على السطر، يعني نزوله بمقدار نقطة. وهذا الميزان اللي خليناه هنا اللي هو 5 نقاط للحرف.
إذا نأتي نخلي مسقط من سنتر هذا الحاء اللي هي هذه نقطتين ونصف، وهذه نقطتين ونصف، هاي 2.5، وهذه هنا 2.5، هذا الوسط ماله، وخلي عندي هذه نقطة وعندي هذه نقطة. إذا أخلي مسقط بيناتهم تقريبا هنا، وأخلي مسقط من هذا إلى حد هذه هنا، راح أشوف الاثنين فيهم نقطة، ولكن اللي تحت به نقطة واسعة. شوف شو واسعة كبيرة. هذه النقطة ضيق، لأنه هذا الجزء صح مركز ثقل هنا صاير، بس لكن هذا بيميل هنا، يعني ثقل حرف الجيم يكون بهذه المنطقة. هذا مركز ثقل هنا، ما يكون بالوسط. هذا منبسط بهذا الاتجاه، هنا تطلع أعلى مكان، يعني المكان هاي شوف مبتعد عن المسقط هذا، ولكن بهذا ملتصق فيه، فمركز ثقل صار هون بهذا المكان. واضح؟ أرجع إلى دقائق تفصيلية لحرف الباء، أرجع أشرح لكم بقلم أكبر حتى الخطاط إذا فاتت بعض الأشياء هنا بالقلم الكبير يمكن تكون أوضح. راح نشوف أنه هذا الجزء بهذا الشكل. شوف هاي الصعدة مهمة، هاي راح تساعدنا هذا عبارة عن نقطة ونصف. نجي نقسم هذه إلى 3 أثلاث تقريبا، هذا ثلث وهذا ثلثين وهذا 3 أثلاث، هاي 1 وهاي 2 وهاي 3. هذا يبدأ، شوف هنا مهم، الخطاط من يوصل هنا يريد يصعد، لا يصعد بقلمه هنا ويصعد، يعني هاي السماكة يجب أن تبقى محافظة على هذا الجزء. يعني من هنا شوف أطلع بهذا الشكل بامتداد الثلثين. من هنا أبدي أستقيم شوي وأطلع بهذا الاتجاه. هذا شوية بدها أطول بهذا الشكل. واضح؟ واضح. هاي الثلثين التحول بدأ من الثلث. هاي المنطقة بالجيم فيها تقعر، هذا هنا مقعر. شوف هاي المنطقة تقعر، هاي المنطقة متقعرة ولكن أقرب للمستوية، كلها مستوية ولكن فيها تقعر بسيط. في ملاحظة نعم حول بداية النزول الثاني التي قلت عنها إنها نأخذ قليلا ثم نبدأ. راح أشرح النهاية قصدي. نعم هسه راح أشرح. عندما نستمر بالقلم مستمر بهذا الشكل، أنا نزلت هذه نهاية، خلينا نفرض هذه نهاية الجيم، هذه نهاية الجيم. هذه الزاوية قلنا هي زاوية ميل النقطة، صح؟ نعم. أنا هون ما ينزل منها الخطاط، يرجع شوية معها ويبدأ الفتح القلم من هنا، فمهم يترك فشي بسيط هنا مشان يحافظ على الزاوية نفسها. هذا فيها سر بسيط هنا بهذا الشكل بهاي المكان. أريد أحدد نقطة مهمة للخطاطين، فتحة انفتاح البياض الحاء يكون في تقريبا في مقام النقطتين والنصف. نعم. يعني من نريد نقيس هذه المكان أو النقطتين تقريبا، مكان الفتحة، فتحة البياض هذا مال شو اسمه، شوفه تقريبا راح نلاقيه على النقطتين تقريبا أو النقطتين ونص، بس هو تقريبا هنا يعني هاي 3 ب2 مكان فتحة القلم. كثير من الخطاط يا ما يفتحها من هنا يا ما يقربها. هاي النقطة المناسبة أن تكون بالنقطتين حتى تصير مساحة عندنا مقبولة. إذا خلى المسافة أبعد راح نلاقي أنه البياض هنا أكبر، إذا خلاها أقرب راح يمال المسافة. فهاي هي النسبة على الخطاط أن يراعي. في أحد عنده سؤال هنا؟ خليكم. الحمد لله رب العالمين. أنا أصور هذا كافي القدر بشرح الحروف. نبدأ إن شاء الله بالدرس القادم نشرح 4 حروف أخرى اللي هي الجيم الملفوف اللي هو تاج الحروف والدال والراء، ونستمر إن شاء الله في بقية الحروف. ده الله سهل. جزاكم الله خيرا. أهلا وسهلا. نتشرف بكم إن شاء الله، رسالة توصل ويدعونا الخطاطين إن شاء الله. الله يكرمكم. السلام عليكم.